يا أهلا يا أهلا. وجاء الوقت اللي كلنا ننتظره مع بعض، اللي هو نبدأ نسوي حشوات مرة لذيذة وحلوة وجديدة. طبعا في حشوات من أول سويتها معاكم السنة الماضية، ما ودي أكررها بس بنزلها لكم بإذن الله. وفي حشوات جديدة راح أسويها معاكم أول مرة. اليوم بإذن الله راح أسوي معاكم حشوة تندوري الدجاج، مرة لذيذة 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 ما ينشبع منها، يعني لما تفك ما حتصك. راح استخدم طبعا رقائق السمبوسة المعتمدة عندي، لها 3 سنوات من ريفي. بتشوفون كيف مرة رقيقة ومرة هشة، تقدرين تستخدمينها في القلاية الهوائية، تقدرين تستخدمينها قلي زيت، كله متاح. موجود منها رقائق سمبوسة مقرمشة اللي هي العادية، ورقائق سمبوسة مقرمشة بر. تقدرون تطلبون سمبوسة ريفي من المتجر الإلكتروني، وتقدرون تطلبون سمبوسة، أو تقدرون تروحون إلى الفروع إذا يعني بعض المناطق ما يوصلها أو شيء، تقدرون تروحون إلى نقاط البيع وتشترونها منهم. كل بوكس تشترينه راح تلاقين داخله قسيمة شرائية، الحين بنشوفها مع بعض. داخل البوكس 50 ريال هذه موجودة داخل البوكس، مش في المتجر أو تجيكي ككوبون، لا، أي بوكس تشترينه داخله. راح نبدأ الآن نتبل الدجاج التندوري. تتبيلة التندوري اللي أنت تفضلينها. عندي هنا الدجاج راح أضيفه، قطعته إلى قطع مرة صغيرة. راح أضيف عليه الثوم والزنجبيل، معجون الثوم والزنجبيل. راح نضيف عليه عصير الليمون. راح أضيف الملح. راح أضيف بهار التندوري، أي بهار تندوري. هنا بهار تندوري أنا مسويته طبعا، أو نشتري جاهز. هنا البابريكا أو الفلفل الحار. للطراوة يا جماعة راح أضيف شوية زيت. أخلط هذه المكونات كلها مع بعض وأتركها على جنب شوية، يعني ممكن خلينا نقول ساعة، نص ساعة، يعني شيء بسيط بس تاخذ نكهة التتبيل. تعالوا نجهز حشوتنا التندوري. حطيت الزيت وراح أضيف الدجاج بالتتبيلة حقته. طبعا أنا مسوية كمية بسيطة، يعني هذا اللي مسويته بس علشان أصور لكم وعشان أعلمكم فقط. هذا الصدرين قطعته كذا مرة صغير. شوفوا يا جماعة، إذا تبون لونها أحمر حطوا ملون طعام أحمر. أنا والله ما ودي أحط ملونات، يعني أحط أنا ملونات بس ما أكثر، فاللي ما له حاجة خلاص. أهم شيء نكهة التندوري تكون عندي نكهة تندوري صح. عندي يا جماعة غيرت رأيي، بحط نتفة لون. شوفوا شيء مرة نتفة لون برتقالي من العسل عشان يصير لها لون التندوري يعني. بس شوفوا ما كثر، شيء مرة بسيط. راح أضيف بنات الآن البصل، وراح أضيف الفلفل البارد. إذا تبونها حارة ضيفوا حار، لا ما راح أضيف أنا حار طبعا. الآن نخلي البصل يستوي ويذبل تماما، باقي شكة أصلا الدجاج يستوي. بقية الإضافات بعدين. هنا بنات هذه حشوتنا راح أحطها في وعاء. لما تبرد بضيف عليها الكزبرة وجبن الموزاريلا. كثروا جبن الموزاريلا عشان تتمغط معاكم، بس لازم تبرد عشان ما تسيح الجبنة الحين، عرفتوا؟ بعد ما برد يا جماعة راح نضيف عليه كزبرة وراح أضيف جبن موزاريلا. حاولي تحطين كمية حلوة وراهية. راح أزيدها أنا. راح أخلط كل هذه المكونات مع بعض لين تمتزج، وخلاص صارت حشوتي جاهزة. الآن راح نبدأ نحشي سمبوستنا. هذه رقائق ريفي يا جماعة، راح نفتحها الآن مع بعض. خليكم تشوفونها معاي. طبعا شوفوا انتوا لما تاخذونها وتحطونها بالفريزر، مثلا بكرة تبين تسوينها زي اليوم، يعني أنا حطيتها، اخذتها من، شفتوا لما شريتها من المحل حطيتها بالثلاجة واليوم سويتها، عرفتوا؟ أو تطلعينها برا ثاني يوم تسوينها. خلنا نطلعها تشوفونها. شوفوا الرقائق كيف.
طيب خليني اطلع مجموعة وافكها معاكم. تنفك بكل سهولة، يدي صار فيها لون برتقالي. شوفوا هنا خفيفة ورقيقة وتهبل. هذول ثنتين. يلا خلونا نبدأ نحشي. راح نبدأ نلف سمبوستنا. طبعا صفوهم كلهم عشان أسرع لكم. صفوا كذا مجموعة من الشرايح. شوفوا اللفة حقتي، ماني عارفة إذا تبان عندكم من هنا. زي ما تحبين يعني حط لفي. حطيت سمبوستي، ببدأ ألف. أنا أحب هذه اللفة مرة، اللي تكون مثلث قائم الزاوية. الحين نعلم ملار شلون تلف، بس بعد ما أخلص معكم. وبس هنا بنحط الطحين والموية الحين يجيبونه. خلي أكمل الباقي مرة واحدة. هذه الثانية بنات، ألفها بهذا الشكل. تمام. طبعا في أكثر من لفة، أنا هذه أحبها مرة أحبها. وبس سريعة وسهلة. لما أخلصهم بغمسهم، بسكرهم بالدقيق. طبعا هذا الدقيق والموية. حطي كذا خلاص، قفليها، صارت سمبوستك جاهزة. خلينا نكمل الباقي. هنا شوفوا ما شاء الله تبارك الله. هذا خلاص. سوي حشوتك، سوي سمبوستك كلها، وبعدين بنقليها. طبعا تقدرين تغمسينها بيض وبقسماط اذا انتي حابة، تقدرين تغمسينها فيه وتقلينها. يمكن اسوي جزء كذا وجزء كذا، بشوف بعدين قبل القلي. طبعا اذا حطيتيها بيض وبقسماط حطيها بالفريزر 10 دقائق شوي. رقائق السمبوسة اللي راح استخدمها اليوم من ريفي بر. استخدموا اللي تبون، بس انا ودي اسويها بالبر بما انها خضار يعني. هذه السمبوسة حابة تشوفونها، وبعدين بجهز الحشوة. مرة تفك معاكي، مرة ما تبهدلك أبدا. بكل سهولة. شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله، مرة خفيفة. هنا راح أفتح عجينة بنطبق معاكم عشان تشوفونها. زي ما قلت لكم أنا جبتها بالليل. بالليل رحت ولا بالنهار، المهم جبتها مفرزنة وحطيتها بالثلاجة. نسيت متى رحت صدقون. خلنا نطلعها عشان تشوفونها معي. يعني فكيتها على طول. شوفوا ما شاء الله الفوكس، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شايفين خفيفة. على ما يحمى الزيت حطيت جزء من السمبوسة البيضة والسمبوسة البر. راح نحطهم بالقلاية الهوائية وننتظر بس يحمى ويسخن الزيت. على فكرة ترى أنا أقلي بزيت بارد، بس عشان ما تسوون لي سالفة ما سالفة، بقلي بالطريقة العادية بالزيت البارد. بيقعد معاكي مقرمش من الفطور للسحور. اللي بتقول لي يشرب زيت إذا حطيتيه بزيت بارد، بقول لها أتحداك. مسقط سمبوساتي. طبعا الزيت صار حامي عموما. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. اشتهيت. شايفين كيف تنتفخ ما شاء الله.
لأن الزيت مو مرة حامي وتستوي تطلع لك كأنها بلاستيك وجلدة. بس إذا بتسوين سمبوسة أجبان انتبهي، ما ينفع معها هالطريقة. شوفوا يا جماعة، أبيكم تشوفون جماله يا جماله. أصلا خلاص تحمر يعني، بس ترى أنتوا تشوفونه أفتح بدرجة من اللي عندي. خلاص ما شاء الله تبارك الله. واللي تقول لي ما هي مقرمشة وما بتقعد معاها مقرمشة، يا ويلها تشوق. ودي انكم تشوفونها يا جماعة. يمي. شيء لذيذ مجنون. وهذه سمبوستنا صارت جاهزة. ايش اللي ضوقتيني؟ هذه تندوري جامدة. اصبر بعد ذوقها مع الصوص، بس بعد التصوير. خلينا نقلي السمبوسة الثانية عشان نحطها لهم في يوم ثاني. ما عليكم من صوت صرقعة المواعين حقتنا. يا سلام يا سلام. قاعدين يتهاوشون على سمبوسة. أقول لهم باقي بعد شيء بروح أخلصه عشان نجي نصوره وانتو كلوا. قاتلة ما جاوا وخلص عليهم. كيفهم والله. قاتلة. طبعا سويت صوص نفسها نفس دي بس انها مشوية. ودي شوف هنا مشوية بعد. وصلكم صوت القرمشة. يكلم اخواننا. كلم في سمبوسة هذا تخاف بتروح عليك. لذيذة يا جماعة، لذيذة. هاي خضار مو طبيعية أبدا أبدا أبدا. باقي أصور لهم المطبق. خلي إخوانك يجون حرام. خلينا نشيل حق أبوك ليخلص. شوفوا الجبن سايح. يمي. لا تعلم سر المهنة الصوص حقنا. لا تعلم. لا أخوك. إيه أخوك علمه. لا تعلم متابعاتي. خلي نحافظ على أسرارنا. لا لا أسامة. علمهم. كيفك. مشوية دي. رانش ونعناع مجفف. رانش ونعناع مجفف. أوف يا الطعم. بس النعناع يكون نوع كويس. يلا نروح نسوي. خلوا مجال في بطنكم حق شو اسمه. انت روح وتعال. احنا بننتظرك. خلوا حق مازن عاد. شو اسمه. نروح نسوي ايش المطبق عشان نصوره. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله. اللون افتح بدرجة بنات من اللي انتو تشوفونه. هذا بالقلاية الهوائية. شايفين العجينة تصلح قلي وتصلح شوي بالفرن.